ودي هتكون اكبر غلطة تعمليها في نفسك لما تدخلي على ايام الدراسة والشغل بدون تجهيز. يومك كله يضيع ما بين البصل والثوم وغسيل الكبة والمواعين. فيديو النهاردة هم اهم 3 حاجات بنحتاجهم كل يوم، فيستاهلوا التعب والوقفة والتحضير. كمان هقولك الطريقة الصح، لا حاجة تبوظ منك ولا ريحتها تطلع وتفضل لاخر معلقة فريش زي ما هي. اهلا بيكي، انا عفاف ويلا بينا نبدأ على طول. قشري شوية بصل حلوين كده وهاتي الكبة وتعالي. انا عندي هنا الكبة دي حملاها كلها مرة واحدة بس، وهفرم البصل اللي فيها كويس وهضيفه في حلة على النار وعليهم حوالي نص كوباية من الزيت. هتعملي ايه يا عفاف دلوقتي؟ هنعمل صلصة طماطم جاهزة على الاكل على طول. يعني ايه؟ يعني تحطي الصلصة في الحلة وعليها الخضار، ولا تشوحي بصل ولا تقلي توم ولا تضربي طماطم. وعلى ما البصل ياخد تشويحه كده ومش عايزاه يغمق قوي، يعني يا دوب يتشوح ولونه بس يدبل شويه، هنبدا ان احنا نفرم الطماطم. غسلت طبعا الطماطم كويس وفرمتها في الخلاط عادي بالطريقه العاديه، وهبدا انزل بيها على البصل كده، وهحط الكميه كلها وهدي النار عليها واسيبها لما تتسبك براحتها. هتعرفي منين انها اتسبكت وخلصت؟ قوامها بيتقل كده والايدام بتاعها بيطلع على الوش. لازم تسيبيها تبرد تماما، ما ينفعش خالص تحطيها في علب او في اكياس وتكون سخنه، ولا حتى دافيه، لازم تكون بارده تماما. فرزيها في علب او في اكياس زي ما تحبي. اهم حاجه ان احنا بنفرز على قد الاكله الواحده. يعني انا عارفه ان انا بحتاج العلبه دي اعمل بيها حله بسله او حله باميه، او استخدمها في اي نوع من الخضار. انت كمان تحطي على قد الكميه اللي انت بتحتاجيها، سواء كانت كتير او قليله. والعلبه الصغيره دي علشان لما احتاج صلصه للكشري او اعمل صلصه بيتزا يبقى عندي كميه طماطم قليله، افك على قد اللي انا محتاجاه وبس، ما افكش كميه كبيره وارجع افرزها تاني. لو عايزه تتبلي وتملحي الصلصه تمام، بس انا بفضل ان احنا نملح وقت الاكل على قد الحاجه اللي هتعمليها وعلى قد التوابل اللي محتاجاها للوصفه اللي هتعمليها، ده بيكون افضل بكتير. دخلي الصلصه على الفريزر على طول، وهاتي بقيه البصل اللي احنا قشرناه في الاول، وهنضيف عليه دلوقتي ربع كوبايه من الزيت، وحوالي معلقتين كبار من الملح اللي هم يعادلوا تقريبا ربع كوبايه، معلقه واحده من الخل، وده السر الخطير اللي بيخلي البصل المتفرز معاكي ابيض زي الفل، لاخر معلقه. انا بفرز البصل على طول ونتيجته ناجحه جدا معايا. مش قادره اشرح لكم هو قد ايه توفير للوقت وللمجهود وللمواعين وللكبه ولكل حاجه. انزلي بالبصل كده في اي علبه عندك تكون مسطحه بالشكل ده، وابداي افرديه بسمك ما يكونش كبير قوي ولا يعني رفيع قوي، على قد كده مكعب ينفع طبخه، ينفع نعمل بيه حله بسله، حله باميه، مكعب كده حلو نتبل بيه فرخه مثلا. غطي وعلى الفريزر على طول. عندي هنا توم انا قشرته، هنبدا دلوقتي نحطه في الكبه، وهنضيف عليه حاجتين مهمين جدا دول يعتبروا ماده حفظ. وكمان الزيت اضافته بتخلي التوم لين معاكي هو والبصل، تقدري تكسري وتاخدي منه بسهوله جدا، بدل ما يبقى متحجر معاكي في الفريزر، ودي مشكله كل الستات يعني، تفضل تتخانق مع العلبه عشان تطلع منها التوم. ضفت حوالي ربع كوبايه من الزيت وحوالي معلقتين كبار من الملح، نفس برضو الاضافات اللي عملناها على البصل. شايفه جمال التوم وشايفه هو ازاي لونه ابيض وفاتح وخطير. لازم تحافظي بقى على لون التوم ده يفضل كده لحد اخر معلقه. ازاي عفاف؟ لازم تحفظيه بطريقه صح، ما يكونش في كيس بلاستيك من العادي، يكون افضل حاجه في اكياس خاصه بالتفريز او في علب بلاستيك صحيه. وطبعا من الكبه على الفريزر على طول، ما بتسيبوش ابدا بره التلاجة بعد الفرم. وكمان لما بتخرجي تستخدمي منه فورا بتدخليه الفريزر، ما يفكش ابدا، عشان لو اصفر بيبقى اكسد ولازم يترمي. لازم التوم يفضل لونه ابيض لحد اخر معلقه، ولا يفك معاكي ويفضل بالشكل ده طول ما انت بتستخدميه. وهوريكي دلوقتي بعد ما التوم يتجمد في الفريزر بنستخدمه ازاي او بنتعامل معاه ازاي. تعالي دلوقتي بعد يوم كامل في الفريزر نشوف مع بعض البصل. ودي بقى المكعبات اللي هتسهل حياتك بجد. انت متخيله تتبلي فراخ، تعملي بانيه، تعملي اي طبخه، تاخدي بصل من ده مكعبات كده بتكسر بسهوله جدا. انت بس حددي كده بالسكينه كده المكعبات اللي انت عاوزاها عشان لما تقدري تخرجيها تكسريها براحتك. تعالوا نشوف التوم مع بعض. شايفين الحلاوه؟ بصي بقى بتخرجي منه بالمعلقه كده وبسهوله جدا، ولا ناشف ولا محجر ولا محتاجه تهبدي ولا اي حاجه خالص. ودول كانوا اهم 3 تفريزات وتجهيزات تعمليهم قبل الدراسه، قبل الشتاء، لو انت بتشتغلي او لو انت دايما مشغوله وما عندكيش وقت تقفي في المطبخ كتير، هتحضري الاكله في نص وقتها بالظبط. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.